السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. شايفين الجمال ده؟ شايفين العسل والحلاوة والطعامة دي؟ ده كنتاكي بقى على اصوله، كنتاكي ولا كلمة. سامعين القرمشة دي؟ هقول لكم بقى وصلنا للكفر وللقرمشه دي ازاي، وبتسويه مظبوطه جدا جدا وبطريقه حلوه قوي قوي. يلا نبتدي ونشوف معانا ايه. معايا فرخه متقطعه 9 قطع. تمام. فرخه متقطعه 9 قطع ومغسوله ومنقوعه في محلول النقع بتاعنا اللي احنا عارفينه، وبعدين صفيناها بقى كويس قوي. ومعانا كمان معلقتين خل، معلقتين كبار خل، ومعايا عصير ليمونتين كبار. ومعايا بقى التوابل بتاعتي اللي هي ملح وفلفل وبابريكا و7 بهارات وتوم باودر وبصل باودر، ومعايا جنزبيل ونص معلقة قرفة صغيرة وكركم، ومعايا كمان زعتر، ومعايا خلطة فراخ. تمام. دي هي بس دي المكونات اللي احنا محتاجينها والمقادير والتوابل اللي احنا محتاجينها في الكنتاكي. هجيب بقى الفراخ بتاعتي بالشكل ده وهنزل عليها بقى بالتوابل، وهقلب الكنتاكي بتاعي بقى، هقلب الفراخ بتاعتي بقى بالحاجات دي كويس قوي قوي. نزلت بالتوابل والخل والليمون، وهقلب بقى الفراخ بتاعتي كويس قوي، هشمعها كويس جدا جدا من التوابل دي لحد ما نتأكد ان الفراخ كلها خدت من التوابل واتشمعت كويس واتغلفت كويس قوي قوي بالتوابل. تمام كده خلاص، الفراخ بتاعتي خدت من التوابل واتظبطت واتبلت كويس قوي. معايا بقى كده ميه يدوب تغطي الفراخ، معايا شويه ميه كده يدوب تغطي الفراخ، وهفضل اقلب 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 في الفراخ واقلب في الميه كده لحد ما تاخد برضو من التوابل. وبعدين بقى هسيب الفراخ بتاعتي دي في المحلول ده. يعني بصي، لو مستعجله اقل حاجه 3 4 ساعات، مش اقل من كده عشان تاخدي طعم مظبوط. انا عملتها هنا من بالليل واشتغلت فيها تاني يوم الصبح. هنا بقى كنا بالليل، خلاص انا تبلت الفراخ وغطيتها بالاسترتش راب هدخلها التلاجة تفضل بقى لحد تاني يوم في المحلول ده. هنا بقى كنا تاني يوم، معايا بقى جبت 4 كوبايات دقيق، وجبت كوباية ونص نشا، ومعايا توابل بقى نفس التوابل اللي حطيناها على تتبيلة الفراخ هننزل بيها كمان على الدقيق. ملح وفلفل وبابريكا وجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وخلطة فراخ وكركم وقرفة مطحونة. كل التوابل اللي احنا نزلنا بيها على الفراخ هننزل بيها تاني على الدقيق. يبقى نحط 4 كوبايات دقيق، عليهم كوباية ونص نشا، وانزل بنفس التوابل اللي حطيتها على الفراخ، وهقلب كويس جدا جدا في الدقيق. كده خلاص بقى قلبت الدقيق مع التوابل والنشا. معايا بقى الفراخ بتاعتي اهي لسه مطلعاها من التلاجة. احنا طبعا مبيتينها على بيات من امبارح وبنشتغل فيها دلوقتي الصبح. ده كده كان تاني يوم. هوريكم حتى الفراخ ما شاء الله لونها غيرت واصفرت ازاي من التوابل، واتشربت جدا جدا من التوابل اللي احنا حطيناها من المحلول اللي احنا عملناه. اهو شايفين لون الفراخ ما شاء الله جميل جدا. هنيجي بقى لأهم خطوة في الكنتاكي. بصوا اللي فات ده كله كوم، والخطوة اللي جاية دي أهم خطوة. ليه بقى أهم خطوة؟ علشان هي دي اللي هتديك الكفر المظبوط اللي هو فيه تعريجة كده زي الكنتاكي بالظبط، وهتديكي القرمشة الجميلة جدا اللي احنا عاوزينها، وهتديكي اللون برضو الحلو ان شاء الله. باخد بقى كده من الفراخ بتاعتي وبحط في الدقيق وبقلب بصوابعي، بعفر بس كده ما بكبسش. شايفين؟ هتشوفوا دلوقتي وانا بحطها تاني. شايفين؟ دي اهم حاجة، اهم حاجة ان انت ما تكبسيش الدقيق على الفراخ.
اهو بتعملي بايدك بس كده، بتعفري بصوابعك كده وبتقلبي فيها، وبعدين تنزلي في محلول النقع تاني، وبعدين بتنزلي تاني في الدقيق، تاخد الكفر ده، وبعدين هوريكم واحده كمان. انا هعمل معاكم كذا واحده عشان تشوفوا هنعملها ازاي. اهو خدناها من محلول النقع، حطيناها في الدقيق وبنعفر عليها بالشكل ده، ما بنكبسش، وبننفض ونرجع نعفر تاني، وبعدين بحطها في محلول النقع. او ممكن بدال ما تحطي في محلول النقع تاني بتجيبي ميه متلجه تنزلي فيها كده لمده ثانيتين كده، وتطلعيها تحطها تاني في الدقيق، وتقلبي برضو زي ما انت شايفه كده. برضو ما تكبسيش الدقيق على الفراخ عشان تاخد التعريجه اللي انتوا شايفينها دي، وعلشان تاخد الكفر اللي احنا عاوزينه، اللي هو زي بتاع كنتاكي بتاع بره بالظبط. تمام كده. كمان واحده خدتها من محلول النقع، بعفرها بالدقيق بصوابعي ما بكبسش، وبعدين باخدها من الدقيق انزلها تاني في محلول النقع ده، او ممكن تنزلي في ميه متلجه، وبعدين بترجعي تاني تنزلي في نفس الدقيق وتقلبي كويس قوي برضو، وتعفري بصوابعك كده ما تكبسيش، وبس كده. وبتطلعيها بقى وعلى النار. خلاص بقى نروح على البوتاجاز بتاعنا، هنولع بقى النار العالية دي، وهجيب بقى ووك غويط زي ده كده، او طاسة تكون غويطة، او لو ما عندكيش ووك زي ده غويط، هاتي حلة واقلي فيها علشان تضمني ان الفراخ بتاعتك هتستوي. ولازم الزيت بتاعك يكون مغطي الفراخ، يعني ما تكونش الفراخ باينه من الزيت، لا لازم تكون الزيت بتاعك مغطي الفراخ علشان تضمن ان هي هتاخد التسويه المظبوطه، وكمان هتاخد اللون الجميل اللي انت عاوزاه، وكمان الكفر والقرمشه اللي احنا محتاجينه. تمام. هننزل بقى بكميه الزيت اللي تغطي الفراخ، وهنسيب الزيت بتاعنا يغلي كويس قوي قوي. اهم خطوه في اللي احنا هنعمله ده كمان ان الزيت برضو يكون بيغلي وسخن جدا جدا، وتكون النار عالية. اول ما انزل بالفراخ تكون النار عالية لمدة دقيقتين. تمام، دقيقتين اتنين تفضل النار عالية، يا دوب الفراخ بتاعتي تاخد الكفر اللي احنا عاوزينه، تاخد اللون اللي احنا عاوزينه، وبعد كده بنهدي النار عليها شوية تستوي، وبعدين قبل ما بطلعها بقى بعلي النار تاني واطلعها علشان ما تشربش معايا زيت. كده تضمني ان انت هتاخدي احلى كنتاكي ممكن تشوفيه. هنا بقى خلاص اهو شايفين خدت التسويه المظبوطه، والقرمشه التحفه، والكفر الحلو قوي، واللون اللي شكله جميل جدا جدا، اللون الذهبي الحلو قوي. ولا الريحه بقى، الله على الريحه، قلب البيت كله. والشارع كمان شايفين الكفر ما شاء الله، شايفين التعريجه اللي على الكنتاكي دي. والله يا بنات اقسم بالله احلى من اللي بتشتروه من بره، والله بلاش نقول احلى، زيه بالظبط، نفس الطعم ونفس الجمال ونفس القرمشه، طعمه اقسم بالله خطير. بس الفرق ان انت بتعمليه في البيت، حاجه نظيفه، حاجه انت ضمناها، انت اللي غسلاها بايدك، انت اللي عامله كل حاجه فيها، يعني حاجه من الاخر نظافه نظافه نظافه، احسن من اللي بنشتريها من بره طبعا، ومش عارفين مصدرها ايه، ولا مغسوله ولا لا، ولا اصلا شكل الفراخ ايه، ولا مذبوحه ازاي، ده كله طبعا احنا مش شايفين. معايا هنا الفراخ بتاعتي بقى بتكمل، يعني بخلصها، ونعمل جنبها بقى شويه رز. معايا حله على النار نزلت فيها بشويه زيت، لما الزيت سخن نزلت ب2 لومي مجفف، وعودين قرفه خشب، وكم حبايه حبهان كده، تمام، تقريبا 5 فصوص كده، و5 كمان قرنفل، ونزلت بقى بنص معلقه فلفل اسمر، وكمان معلقه كبيره من البهارات بتاعه الكبسه، وربع معلقه زعفران. الزعفران ده اللي بيديني اللون التحفه للرز. وهبدأ بقى وانزل بالرز بتاعي، طبعا يكون مغسول ومتصفي كويس اوي، وهنزل بيه على التوابل، وهبدأ بقى اقلب كده لحد
ما الرز بتاعي ياخد من التوابل، وكمان ياخد تشويحة كده في الزيت علشان يبقى مفلفل معايا كده وجميل. طول ما الرز بتشوح على النار طبعا ايدك فيه كده علشان ما يلزقش منك، وعلشان تضمني ان هو كله خد تشويحة كده محترمة مع التوابل والزيت. وبعد كده بقى هنزل بالملح بتاعك، ظبطي الملح بتاعك حسب ما انت عاوزة، وتديله برضو تشويحة كده كمان مع الرز. كل الحاجات دي فعلا بتفرق في الرز جدا جدا، وبتديكي فلفله كده، والرز بتاعك بيبقى مفلفل ومش ماسك في بعضه كده ولا معجن، بيبقى جميل قوي. ومعايا طبعا ميه مغليه، دي اهم حاجه برضو في نجاح الرز، ان انت تنزلي على الرز بتاعك بميه مغليه، بلاش ميه من الحنفيه على طول بارده، لازم تكون الميه بتاعتك مغليه كده، بتاخدي احلى رز ممكن تشوفيه. حطينا بقى ده طبعا رز مصري مش رز بسمتي، فحطينا قد الرز ميه. لو رز بسمتي طبعا بنحط على كوبايه الرز البسمتي كوبايتين ميه. خلاص كده هنسيب بقى الرز بتاعنا لحد ما يغلي وينشف خالص بقى، ونسيبه لحد ما يستوي. ومعايا الفراخ بتاعتي كانت خلصت اهي، كنتاكي القمر. شايفين الجمال، ما شاء الله على الشكل التحفة، والتعريجة اللي على الكنتاكي كده خدناها مظبوطة جدا جدا، وطعم حكاية، والريحة يا بنات واو واو واو، مش عايزة اقول لكم تحفة جدا. شايفين الشكل، شايفين اللون. اعملي الكنتاكي بنفس الحاجات اللي احنا عملناها دي وبنفس التوابل، وانقعيها فترة طويلة في محلول النقع بتاعها اللي هو بتاع التوابل. شايفين، سامعين الصوت، سامعين القرمشة، قرمشة عالية جدا، ما شاء الله جميل قوي قوي قوي. هسمعكم كمان واحدة، ما شاء الله القرمشه بتاعته جميله قوي، واخد كفر حلو جدا جدا ومظبوط قوي، والطعم حكايه والله يا بنات، احسن من بره مليون مره، حاجه جميله جدا جدا. ولو عملتيها بنفس الخطوات اللي احنا عملناها وبنفس التوابل اللي احنا حطيناها واديت لها حقها قوي قوي في النقع بالتوابل. شايفين التسويه، شايفين طراوه اللحمه، شايفين ولا دم بقى ولا الكلام ده كله، تسويه مظبوطه جدا جدا، اللحمه ناعمه معاكي وطريه جدا وجميله قوي قوي، والريحه تحفه، وطعمها والله العظيم فوق الممتاز. شايفين حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله. جربوها بنفس الحاجات اللي احنا عملناها دي، وان شاء الله مش هتندموا وهتدعولي عليها باذن الله. وده الرز بتاعي كمان خلاص كان استوى، شايفين مفلفل وجميل ازاي، شايفين قمر ازاي لونه تحفة، مفلفل حلو قوي 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 قوي. كنتاكي بتاعنا الخطير القمر. ما تنسوش بقى تنزلي تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش بقى تعملي لايك، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفي طبخة جديدة بإذن الله، في رعاية الله. سلام عليكم.